معلومه كده على طول. بصوا بقى، بصوا وشي بصوا كله بيضحك اول ما قلت مين مختار اسم ليان. انا يا جماعه مسيطره، امشيك مسطره. هقول لكم على حاجه، ودي انا حكيتها في ابلكيشن وولف، ما حكيتهاش هنا. فالحلقه الجايه لما اقول لكم تدخلوا عشان بيبقى فيه كلام مهم وحاجات مهمه بنرغي فيها، مش بنرغي فيها هنا، بنفضفض مع بعضينا كده هناك براحتنا، ولا بقى بيبقى كاميرا ولا حاجه، هو بيبقى لايف صوت وبطلع معايا ناس وبكسب ناس بجد هناك الابلكيشن بيبقى لذيذ قوي. المهم خلينا في المهم. انا كنت بتفرج على برنامج متابعيه اسمه ستار اكاديمي لو تعرفوه. فكانت في بنت من فلسطين، وانا بحب اهل فلسطين جدا، كان اسمها ليان بزلميط. سيبكم من بزلميط، خلينا في ليان. الاسم ده انا كنت بحبه جدا ومعلق معايا من ساعتها. كان عندي نوت بوك بقى، كنت طفله صغيره، كنت بكتب اسامي كل الناس اللي في ستار اكاديمي وليان. المهم اسم ليان بقى من ساعتها معلق معايا جدا. ولما ارتبطت انا ومحمود في 2014، لما جه سالني انت نفسك تسمي اول بنت لينا ايه، سبحان الله بجد هو ما قاليش اول ولد لينا، وقال لي اول بنت لينا ايه. قلت له نفسي اسمي ليان بس. فهو من ساعتها بيحب الاسم وانا بحب الاسم، واحنا اتفقنا ان اول بنوته نجيبها نسميها ليان. وبتمنى من كل الناس تدعي لبابا بالرحمه كمان، عشان هو كان عارف اللي انا هسمي ليان، وكان نفسه اول حاجه ليا تبقى بنت، وهو اصلا كان بيحب البنات قوي. فاتمنى كل الناس كمان تدعي له، وادعوا لي بقى ربنا يكمل الجاي على خير وكده وبس.